جوجوني وانا مازال صغيره، واللي غادي يوقع لي غادي يصدمكم. اهلا وسهلا بالعمات والخالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ويوصلكم هالفيديو وانتم على احسن الاحوال. اليوم جبت لكم قصه جديده، قصه سلمى، قصه اللي واقعيه وحقيقيه. المهم الغزاله ديالي ما نطولش عليكم، وما نساونيش من اللايكات وبارطاجي الا جات على خاطركم، ويلا نبداو القصه. انا سميتي سلمى، عندي 21 سنه في عمري. انا من واحد العائله تكون من جوج بنات وجوج ولاد. حنا بينا 4 ديال الخوت، جوج بنات وجوج ولاد. الام ربات بيت والاب خدام في واحد البنكه. المهم بلا ما نذكر لكم السميه، حنا عشنا مفاشين على الوالديه، وخا الماده ديالنا كانت على قد الحال، ولكن الحمد لله ديكشي اللي كان اللي يخدمو بابا وديكشي اللي كان اللي يشدو كان اللي يجيبو كيحطو في حجر ماما. ماما هي اللي كان اللي تصرف، وهي اللي كان اللي يسر المصروف ديال الدار. المهم بابا اللي يعرف على الخلصه ديالو كيجيبها كيهز منا القرو، والباقي اللي يحطو في حجر ماما. تصرف فيه كما بغات تحتال، بغات تضيع. ماما كانت واحد المراه متسلطه، يعني الكلمه ديالها هي اللي تمشى في الدار، والكلمه ديالها هي اللي تكون. المهم كبرنا في ديك الحاله، بابا ما عنده حتى كلمه حتى ماما اللي قالتها ماما هي اللي تكون. صافي كبرنا على ديك الحال بان ماما هي الراجل وهي المراه في الدار، واي حاجه كنا بغينها خاصنا نطلبوها من ماما. بغينا نخرجوا كنطلبوها منا، بغينا نمشيو للحمام كنطلبوها منا، اي حاجه كنا نديروها كنطلبوا منا. بقينا على ديك الحال حتى درت في عمري 16 سنه، وهنا عيبداو يجيو فيا الخطاب وانا مازال صغيره. قلت لي شوفي، من الاحسن سيري تزوجي وديري وليداتك اللي يكبروا معاك. قلت لها ماما انا راه مازال عندي 16 سنه، مستحيل نتزوج دابا. قالت لي شوف فلانه تزوجت، وشوف بنت فلانه تزوجت، وشوف بنت خالتك تزوجت، وشوف بنت عمتك تزوجت، وانت اللي مازال ليا هنايا نوض تزوجي. تا انا حلمي نزوج وليداتي، وتا انا حلمي نصور مع وليداتي. المهم ماما تفرقعت عليا ديال بصح. شفت حتى عييت وحنيت الراس، وقلت لها اللي بالك ديريه، بغيتي على الزواج جوزيني صافي انا موافقه عليه. ماما طارت بالفرحه وقالت لي هكا بغيتك بنتي، تسمع الهضره قرانا تكرهم كلهم مجوجو. قلت لها صافي اللي بالك ديريه. فمشات عند هادوك الناس اللي ما كان عارف ليهم والو، يعني ديك الناس ما لي يسكنوش حدينا، اللي يسكنوا في واحد المدينه اخرى بعيده علينا. ديك الناس جاو عاد عائلتهم في المدينه اللي حنا فيها، شافوني بالصدفه مجا من المدرسه، بقى تابعني هو ولد خالته. انا ما رديتش البال نهائيا حتى وصلوني للدار. دخلت محالي، المهم هما عرفوا الدار، دوزوا واحد اليومين جاو داقوا. خرجت ماما فتحت الباب، قالت لهم شكون؟ قالوا لا ضيف الله. قالت لهم مرحبا بضيف الله. قالوا للصراحه احنا جينا نتكلموا معاك على بنتك. قالت لهم مرحبا. قالوا له واش يمكن لنا ندخلوا؟ قالت لهم دابا الراجل ما كاينش، ولكن ملي يكون مول الدار مرحبا بكم، ودابا ما يمكنليش ندخلكم. قالوا لا صافي الدنيا هانيه. قالوا لا شوفي حنا غنجيوك من الاخر باش ما نضيعوش وقتنا وما نضيعوا لكش وقتك. احنا شفنا البنيه ديالك ملي كان جايه من المدرسه، تبعناها حتى وصلنا للدار، سولنا عليها قالوا بانكم عائله الله يعمرها سلعه، ودابا بغينا نتناسبوا معاكم. حنا فين نسكنوا. المهم الشاب كان زوين عجب ماما، قلت لهم شوفوا فيا عطيوني النمره ديال التليفون ديالكم، ومني عجب بوها غنشاور معاه. واخا ماما راه الراي رايه والشوار شواره، ولكن دار الاعتبار من بابا في ديك اللحظه هذيك. قال لا صافي واخا. المهم تبادلوا النوامر، صافي هما مشاو محالهم، ماما دخلت محالها. وهنا تدخل ماما وطايره بفرحه، وعاد تقول لي سلمى، غنقول لها نعم، عاد تقول لي راه جاو فيك الخطاب. انا بقيت غير كنشوف، قلت لها واش لا تدوي منيتك؟ قالت لي اه. قلت لها ماما هادشي ما تدويليش فيه، انا ماشي قد الزواج. قالت لي شوفي انتي عتا من الزواج، شوفي قراناتك راهم تزوجوا كلهم، حتى انتي خاصك تزوجي باش تخوي الطريق نختك. الصراحه ماما خلاتني غارقه في دموعي ومشات للكوزينه. جا بابا في عشيه قالت له راه جاو عندنا شي ناس شنو راهم دواو في سلمى دابا اش لي بالك. قال لها انا بنتي مازال صغيره، راه مازال يلا عندها 16 سنه، خليها تكمل قرايتها. قالت له لا خاصها تتزوج، خاصها دير دارها. قالت له شوفيا
اللهم نجوجوها ولا نمشي تجيب لنا شي كرش من الزنقه. واخا انا كنت داخله سوق راسي وبعقلي، الصراحه جاتني المراهقه ساهله، ما كنت لا نديها لا في دراري لا في والو. كنت مقابله على القرايه ديالي وجاتني على القرايه، كنت نبات نحفظ ونقيل نحفظ، ما كنتش نديها لا في الخروج ولا في المصاحبه. واخا هكاك ماما ظلمتني وقالت له لا خاصنا نجوجوها، راه البنات اليوم ولاو صعاب، راه بقينا نسمعوا غير الكوارث، شوفي بنت فلان راها جابت الكرش من الزنقه، شوفي بنت فلان دارت، شوفي بنت فلان دارت. ودابا اللهم نجوجوها ونستروها ولا تفضحنا. بابا شاف تعيا وقال لها شوفيا، انا التقليد ديال هالبنت ما غاديش نديه، بغيتي ديه انتي اديه، انا ما موافقش على الزواج، ولكن لا بغيتي انتي ادي التقليد ديال هالبنت فوق الكتاف ديالك اديه. قالت له خليني، هذه راه بنتي وانا حره فيها، ندير فيها اللي بغيت. المهم ماما خرجت صونات على ديك الناس، قالت لهم مرحبا بكم، ما سولت عليهم، ما سقسات عليهم، ما والو. جاو الناس عندنا، جا العريس وجات امه وجات خالته وجا ولد خالته معاه وجا باه، جاو عندنا، رحبنا بهم، كبرنا بهم، حتى هما جابوا الصواب ديالهم. الصراحه انا كنت قلقانه وكنت عطيها على الله والبكي، ما كنت باغيه نتزوج، كنت باغيه نقرا ونحقق الاحلام ديالي. كان نفسي نولي محاميه، هذا هو الحلم ديالي، هو نكون محاميه. ولكن ماما عاد تجي وعاد حطم لي الاحلام ديالي كلها. صافي بقيت غاطيها على الله والبكي. دخلوا الناس، رحبت بهم ماما، جلسوا، قالوا لا بغينا نشوفوا العروسه. وقالت لي شوفي يا سلمى، مسحي عينك وخرجي عند ناسك، ما تحشمينيش معاهم، والا والله اللي غنديروا لك لا قلت لك. مع انا كل خمم ماما بزاف، صافي مسحت عيني، درت شويه ديال ليكخو ودرت واحد القفيطان وخرجنا عندهم، سلمت عليهم ودخلت محالين بيتي. دخلت وبقيت عطيها على الله والبكي. هما شافوني غير سلمت عليهم ودخلت بحالي، بقاو غير كيشوفوا وقالوا لا واش بنتك ما موافقاش على الزواج؟ قالت لهم لا، بالعكس بنتي راه فرحانه وموافقه على الزواج، ولكن كتحشم، انا ولادي مربيهم على الحشمه. قالوا لا ما شاء الله عليهم باينين. صافي الناس جلسوا، كلاو اللي قسم الله، ضحكوا، هضروا، بقاو يتفقوا على الخطيبه الكبيره اللي غيديروها ويجمعوا فيها العائله. العريس عيقول ماما شوف واش تسمح ليا نجلس مع بنتك شويه نتكلم معاها؟ قالت له راه من حقك. قال له صافي. المهم وراتو البيت، قالت له شوف راه البيت فين هو، دخل لعندها. السيد جاني نيشان مدرب من عندي، دق في الباب، دخل لقى دموعي في عيني، قال لي السلام عليكم. قلت له وعليكم السلام. السيد جلس، قال لي شفتك غير خرجتي وسلمتي ودخلتي للبيت، ياك لاباس؟ قلت له لاباس الحمد لله ما كاين والو. قال لي شوفي فيا بنت الناس، انا الصراحه من نهار اللي شفتك وانا كنحلم بيك، حمقتيني بزينك، مع انا كنت بايضه وما كنت ندير من وجهي حتى شي حاجه، كان الوجه ديالي ليه نور. قال لي شوفي انا راه تبعتك، ما هي نهار ما هي جوج، وشوفتك بنت ترونكيل، ما عندك مع الصحابات، ما عندك حتى مع شي واحد، من الدار للمدرسه ومن المدرسه للدار، تما في عجبتيني وزدت تغرمت بك اكثر. ودابا واش انتي ما بغيانيش؟ عليت عيني فيه وشفت، وعيني عامرين دموع. قلت له واش بغيتني نكذب عليك ولا نقول لك الصراحه؟ قال لي لا بغيت الصراحه طبعا، انا ما عندي ما ندير بالكذوب. قلت له انا ما بغياش نتزوج، انا مازال يلا عندي 16 سنه، انا بغيت نكمل قرايتي ونحقق حلمي. قال لي شنو هو الحلم ديالك؟ قلت له هي نولي محاميه. قال لي مزيان، الصراحه عندك حلم لي زوين. قال لي ولكن حتى الزواج راه زوين، دير وليداتك ويكبروا معاك. قال لي راه بزاف ديال الحوايج تقدر ديرهم في الزواج، يعني ماشي غير تزوج صافي حتى تسد عليك الباب، راه يمكن لك تكمل قرايتك، يمكن لك دير بزاف ديال الحوايج. من الاخر انا ما موافقاش على هذا الزواج. قلت له واش دابا ما يمكن لك تخرج وتقول لوالديك صافي سالينا من هاد الخطيبه؟
السيد صدم وبقى غير كيشوف فيا، قال لي هي انتي ما قبلاش بيا كزوج. قلت له شوف ماشي ما قبلاش بيك، انت شاب اللي كتبان وسيم زوين وتمناك اي بنت، ولكن انا مازال صغيره، انا بغيت نقرا. قال لي صافي منين انتي ما بغيانيش هنا غنوقفوا هاد الخطيبه. المهم خرج هو زعفان ومعصب وباين داكشي في وجهه. انا قلت صافي السيد حيخرج حيمشي يقول لوالديه يلا نمشيو محنا، صافي ما بقاش باغي يتزوج بيا. بقيت نضحك وقلت الحمد لله اللي السيد تفهمني وغايمشي بلا رجعه، والخطه ديال ماما صافي عاد تضرب في الزيرو. السيد خرج جلس مع امه، جلس شرب القهوه وشرب اتاي وبقى جالس ليه يهضر معهم حتى تقول حتى شي حاجه ما هي كاينه. انا صافي ما بغيتش نخرج عندهم، وخا ماما عيات ما تعيط وتقول لي خرجي جلس مع الناس، ما بغيتش نخرج نجلس معاهم. قال لي صافي غير خليها على راحتها، هي راح جمعنا وانا وياه اتفقنا، صافي غير خليها تبقى على راحتها. انا مني سمعت هاد الكلمه قلت صافي السيد اذا عيقول ما بقاش باغيني. وهي تقول له ماماه اللي عتكون عجوزتي. ايوا هدرتي مع العروسه؟ ايوا علاش اتفقتوا وشنو بالكم؟ قال لا اتفقنا على كل شيء وهي راه موافقه. فرحت وقالت له الله يكمل لكم ولدي بالخير، عروستي زوينه بزاف ما شاء الله عليها، وواتيتو بايتكم ما شاء الله غير فوله وتقسمت على جوج. قالت لماما الله يكمل بالخير وما تسالوني غير نطلقها بواحد زغريته. طلقاتها ماما بواحد زغريته اللي كتشوق الحجار. انا تخلعت تما بقاو دموعي غير نازلين ما بغاوش يفطروا ليا. كان لي بان لي نخرج ونقول له هادشي ما اتفقناش عليه، انا وياك اتفقنا بان صافي انا راه ما بغيكش واتفقنا بانني ما نكملوش، ولكن انت درتي لي فراسك. المهم العريس دار لي فراسو ودار العكس اللي دويت له انا عليه. دخلت عندي عقوزتي البيت ودرعتني وقالت لي شوفي يا بنتي انت عندي راك بنتي اللي ما عطاها ليش الله من كرشي، وانت غتكوني عروستي وبنتي وغتكون كل شي فيك. بقيت كنضحك ودموعي نازلين. وقالت لي مالكي كتبكي؟ قالت لها ماما هذا عيد دموع الفرحه، البنت راه مازال صغيره كما كتشوفي. وتخلطت لها الفرحه مع الخلعه. قالت لها ما عاد مناش تخلع، هي عاد مشي عاد موها الثانيه. المهم اتفقوا على كل شيء فوقاش عيديروا الخطيبه الكبيره. قالوا لهم جمعوا نتوما وراقي بنتكم وحنا الوراق ديالنا غنجمعوهم، غنديروا العقد هو الاول، غنديروا الخطيبه الكبيره ونجمعوا فيها العائله والحباب. قالت لهم ماما صافي واخا مرحبا. قالوا لا مهنا واحد 2 سيمانات حنا معاكم نجيو نديروا العقد ونديروا الخطيبه اللي تكون كبيره. قلت لهم ماما صافي. اما بابا مسكين غير جالس لي يشوف بعويناتو. في ديك النهار هذاك اللي جاو عندنا هضروا شحال يعطيونا في الصداق. قالوا لا شوفي حنا غنتفقوا دابا باش ماشي تنجمعوا العائله، غنبقاو نهضروا قدامهم، اللهم نتفاهموا دابا حسن ما يتجمعوا الناس ويعرفونا حنا شحال عطينا، عرفونا بشحال تفاصلنا، اللهم دابا نتفاهموا. قالت لهم ماما صافي واخا مرحبا. قالوا لا شوفي البنت غنعطيوها 1,000,000 في الصداق، وغنجيبوا للخاتم ديال الزواج ديالها طبيعه الحال اللي غتخطروا بيدها، والبريسلي ديالو واش هادشي كافي. قالوا لا ضروري من الحوايج ملابس داخليه ومن الحوايج ومتقاطع ديال جلالب وديال قفاطن. قالت لهم ماما صافي واخا موافقه، ولكن بالنسبه للعرس غنديروه في النص. قالوا لا صافي ما كاين حتى مشكل نعاونوكم في النص ديال العرس. قالت لهم ماما صافي حتى انا موافقه على الشروط ديالكم كلها، المهم هي بنتي تعيش في السعاده. قالوا لا بنتك محل بنتنا. صافي الناس اتفقوا على كل شيء مشاو محالهم، وانا عالم بيا على الله، وانا من الداخل عرفتو القلب ديالي من داخل كان عايسكت ليا بكثره الفقصه. السيد قلت له انا ما بغيت نتزوج دابا وبغيت نكمل قرايتي، وهو خرج دار لي فراسو من النهار الاول. تما عرفتو بانه راه عنيد وبزاف،
وعلقى معاه الصعوبات والمشاكل في الحياة. غير مشاو محالم وسدت ماما الباب، ناضت ليا، ما خلات لي، ما بقات لي، ما خلات فيا غير اللي نسات، وقالت لي ماشي هذا التعامل اللي يتعاملوا به الناس، وماشي هذا الاستقبال اللي يستقبلوا به الناس الضيوف ديالهم، وحشمتيني مع الناس، ومن دخلوا تكذبكي تقول لك عن نذبحوك، تقول لك ندور شنو غنديروا لك، وانا بغي غير مصلحتك. المهم ماما ما خلت فيا ما يدار. قلت لها ماما ما عندكش الحق تزوجني وانا مازال صغيره. قالت لي انتي ما كتعرفيش المصلحه ديالك كما كنعرفها لك انا، انتي غتزوجي، اما القرايه ما عندك ما دير بها، قريتي ما فيه الكفايه، بارك عليك، فين بغيتي توصلي، ياك كتعرفي تكتبي وتعرفي تقلعي بارك عليك، سيري ديري دارك وولدي وليداتك اللي غتلقاهم في الزمان، اما القرايه راتي قريت ما فيه الكفايه، بارك عليك. ضربت على الباب وخرجت وخلتني واقفه بلاصتي غير كنشوف. سلمت امري الله وقلت صافي، اللي عطا الله عطاه، الناس اتفقوا على كل شيء والخطيبه جايه وانا ما بقى لي ما ندير. مشيت عند بابا وقلت له بابا شوف مع ماما تنازل وترجع هاد الناس بحالهم. قال لي شوفي يا بنتي، حنا الكلمه عطيناها للناس وما بقى لنا دابا رجوع، صافي سيري ديري دارك، راه اللي يقول لك الربح من الوالدين والخسر من الوالدين، وانتي تبعي مهمتك. مولي السلطان صون على ماما وقال لها خالتي بغيت النمره ديال سلمى، رانا مديتاش من عندها. قالت له صافي واخا مرحبا، عطاتو النمره ديالي وصونا ليا. كنشوف التليفون كيصوني، كنطلل في نمره غريبه عندي في التليفون، نمره ما مقيداش عندي، انا نوامر ديال عائلتي وصحاباتي كلهم بسميتهم، اي نمره كنحط عليها سميتها. هاد النمره هذه طلعت عندي غريبه. المهم جاوبت قلت الو، قال لي الو، قال لي كي دايره لاباس عليك بخير؟ قلت له الحمد لله، شكون معايا؟ قال لي انا فلان، واش ما بقيتش عاقل عليا؟ قلت له لا ما عقلاش عليك لان ما. قال لي واش ما عرفتش صوتي؟ قلت له لا ما عرفتش صوتك لانك اول مره كتهضر معايا في التليفون. المهم قال لي انا راه طلبت النمره مع ماماك واسمحي لي بزاف ديك النهار ما ديتاش في كلامك ودرت اللي في راسي، وانا انا راه عنيد كتار منك والصراحه تي عجبتيني، وانا ما نقدرش نعيش بلا بيك، وانا كنحماق وكنتسطى عليك وكنحلم بيك بانك انت هي مراتي وموت وليداتي. لهذا انا خرجت وقلت لهم اتفقنا على كل شيء، اسمح لي بزاف. بقيت غير ساكته. قال لي مالك سكتي؟ قلت له ما غادي ما نقول. صافي انت قلتي كل شيء، انا ما بقى لي ما نقول لك. قلت له انت قبلتي بانك تزوج بمراه ما بغياش الزواج وما موافقاش على الزواج، وحلم الوحيد هي تكمل قرايتها، ولكن انت بهاد القرار اللي خديت هرست ليا الطموحات ديالي والاحلام ديالي اللي كنت نحلم وانا مازال صغيره. قال لي شوفي عن نفسك في القرايه وعنعوضك على كل شيء، بغيتي على الخدمه خدمي، اللي بغيتي ديريه ديريه، وما غاديش تندمي على الزواج ديالك بيا. قلت له دابا نشوفو. المهم قلت له بسلام عليك انا راه بغيت الناس. قال لي صافي واخا. صافي قطعت عليه وبقيت جالسه كنفكر غير مع راسي كيفاش حيستقلي هذا الراجل وكيفاش نعيش معاه وانا ما عارفه عليه والو. نط في الصباح لقيته مصيفط ليا صباح الخير والقليبات والوريدات، انا السيد ما ديتاش فيه وما رجعتش عليه، وبالنسبه ليا هو اللي دمر ليا احلامي والاهداف اللي كنت كنبنيها وانا مازال صغيره. انا السيد ما كانش داخل الدماغ ديالي، الزواج ما كنتش معمره به بالي نهائيا. وهنا السيد كل ساعه لي صيفات قليبات، كل ساعه لي صيفة السلام، كل ساعه لي صيفة وحشتك. المهم انا السيد ما عديش في الدماغ وما دخل لياش البال، وصيفط ما صيفط ما لنتيهاش فيه وما كنصونيش ليه مره، واخا كيصوني ليه وكيقول لي علاش ما كتصوني لياش وهذه انا ما كنصوني ليش، ممكن يقول لي بنت الناس عطيني فرصه، عطيني فرصه نتعرف عليك وتعرفي عليا ما غاديش تندمي. وهنا عاد عندي اختي الصغيره وعاد دور فيا دوره ديال الزمان، وعاد تقول لي شوف اختي العريس راه بوغوس والف وحده تمناه، اعطيه فرصه يتعرف عليك وتعرفي عليه، ارتحتي معاه تبارك الله كمل، ما ارتحتيش معاه صافي وقف هاد الزواج، نتوما مازال ما ديرتو في الطاجين ما يتحرق،
حتى الخطيبه مازال ما درتوهاش. وانا عم بقى نفكر في كلام اختي وعنقول لها بصح عندك الحق. وليت صنيت عليه وقلت له شوف فيا، غنعطيك فرصه من هنا حتى الخطيبه، ما ارتحتش معاك ولد الناس انا ما غاديش نزيد نكمل في هذا الزواج. قال لي صافي واخا ما يكون غير خطرك. قال لي صافي انا متفق معك، اعطيني فرصه واحده من هنا للخطيبه، الا ما ارتحتيش معاي صافي انا بيدي غنوقف هاد الخطيبه وكان وعدك. قلت له صافي واخا. بقيت كنتواصل معاه كيصون عليا كل ساعه كل دقيقه، مني ما كنجاوبوش كيصيفط لي ميساجات او اوديو في الواتساب. بقيت كنهضر معاه اليوم على غدا، كنشوف الطريقه ديال الكلام ديالو، كنشوف التعامل ديالو معايا كي داير، كنحاول ما امكن نعصبو، كنحاول ما امكن نجبد له شي حوايج اللي هكا يقلقوه ونشوف ردة الفعل ديالو. درت معاه جميع الطرق وجميع الحلول، ونهار الخطيبه عيوقع اللي ماشي في الحسبان. المهم الغزال ديالي هنا غنوقف لكم الجزء الاول ديال القصه، انتظروني في الجزء الثاني ديال القصه اللي غيكون فريع الفروعي، قصه شاخطه ونار. نتمنى الغزال ديالي ما تنساونيش بارطاجيو اللايكات ديالكم باش تشجعوا قناه سما حكايتي، وانتظروني الكبيدات ديالي في الجزء الثاني ديال القصه. بسلام عليكم.